بص، لو حاسس ان حياتك مش بتتحرك، بتعمل مجهود كبير سواء انت بتدرس او بتشتغل مش بتلاقي اي نتيجة، لو بتحاول تكتسب مهارة جديدة وكل مرة تبدأ فيها ما تستمرش، فالفيديو ده ليك. في عالم اسمه فيليفريدو باريتو عمل قانون اسمه 80-20. القانون ده باختصار بيقول لنا ان 80% من النتائج بتاعتنا بتتحقق ب 20% بس من المجهود. والحقيقة ان الحاجة دي موجودة من زمان، بس احنا ما بناخدش بالنا منها. احنا كلنا كنا بنعمل كده، بنقعد نذاكر 6 ساعات و8 ساعات وفي الآخر ما بنفتكرش منهم غير ساعتين بس. الحقيقة إن الإنسان بيبقى عنده طاقة جبارة في بداية أي حاجة جديدة بيعملها، سواء بيتعلم مهارة جديدة أو بيدرس أو لسه رايح الجيم جديد. بتبقى الطاقة والحماس في أعلى مستوياتهم، ولكن بعد مرور فترة صغيرة بنصاب بالملل والإحباط، لأننا دايما عايزين نحقق 100%. المجهود اللي احنا بنبذله بسبب الحماس الزايد ده بيبقى مجهود عشوائي، بالتالي بدل ما كنت هتعمل الحاجة بتركيز، تركيزك هيبتدي يقل، ومع مرور الوقت هتحس بالملل، وممكن يوصل بك الموضوع ان انت تسيب الحاجة دي اصلا. عشان كده انت مش مطلوب منك غير 20% بس لازم يكونوا متخططين صح عشان تلاقي 80% النتيجة. يلا سلام.